السلام عليكم يا اهل السلام. النهارده هنعمل سندوتش شاورما الفراخ او الدجاج، بس هنعمله بحجم كبير شويه. السندوتش يبقى مليان كده، ومعانا فلفل الوان وطماطم وسلطه طحينه وفص ثوم مدقوق وشبت وبقدونس، ومعانا صدور فراخ مقطعها رفيع زي ما انتم شايفين كده، ومعانا بصله متقطعه، ومعانا عيش كبير حجم كبير اهو. بسم الله ما شاء الله. يعني هنعمل بيه السندوتش. يلا بينا يا قشطة نشوف هنعمل طريقة سندوتش شاورما الفراخ او الدجاج بحجم كبير، ويلا بينا على المطبخ. معانا طاسة بنحط عليها معلقة زبدة كده او حتة سمنة بلدي عشان تدينا طعم، وبنحط عليها معلقتين زيت كده. بنزل بفص الثوم عشان يديني طعم كده وحلو. سمي بسم الله. بنزل ببصلة، احلى سندوتش شاورما الفراخ هتاكليها. طبعا كلكم عارفين ان الثوم بينزل مع السمنه البلدي، كلكم مجربين الحركه دي ويبقوا انتوا عارفين طعمها عامل ازاي. طريقه الشاورما بتاعت السندوتش ده طبعا تقدري تعمليه ساعه الغدا، تعمليه عشاء، تعمليه ساعه ما ولادك يطلب منك اكل. طريقه سهله ومش صعبه. بنزل بالفلفل الالوان بتاعنا الجميل عشان اعمل طعم للسندوتش بالشاورما. بسم الله. وخلي النار بتاعك على الوسط. اتبل بس الفلفل بتاعنا الجميل ده. اول ما الفلفل بتاعنا يدبل كده بنزل بحبات القوطة. بسم الله. ما شاء الله. كده اعتبري نفسك بتعملي بتشوحي الحاجة دي على الجريل عندك. هتبل بس الطماطم كده. بسم الله. بديها شعرة خضرة كده، دي كزبرة يعني حوالي معلقة. بحب انا اكل الاكل بتاعي بعود كده كزبرة خضرة، ادام فيه طماطم وفلفل الوان وبصل. بحب الاكل بتاعي كده طعم، يعني في الاخر بيديكي نفس. تمام. بديها خلطة كنور اللي هي 11 بهار، دي بتخلي الشاورما حلوة عندك، تديها طعم. بسم الله ما شاء الله. بديها بهارات الشاورما حوالي معلقة كده. الله على الريحة والجمال ونعمة ربنا. اخدمي اللقمة بتاعتك، خش المطبخ حب كده، اعملي اللقمة بتاعتك وانت مش زعلانة من اي حاجة، وسيبي كل حاجة على الله. تمام يا قشطة. بسم الله ما شاء الله. احلى سندوتش شاورما الفراخ حجم كبير. طبعا هنعمله في سندوتش كبير كده. احنا تبلنا الخضار بتاعنا، الطماطم والفلفل الالوان. بناخد ده نركنه كده على جنب. شايفين والله ريحة البيت ما شاء الله. طبعا التوابل اللي انا بحطها فيها كل حاجة، يعني مش لو انت عايزاها بقى سبايسي بتحطي معلقة شطة، لان انا بحبها تبقى الشطة بتاعتها خفيف. وما تنسيش ان ابنك في البيت
عشان ما ياكلش حاجة شطة وما يعرفش ياكل اللقمة. تمام. بنحط شطة كده يعني رشة صغيرة، رشة صغيرة كمون، دي اساسي. وطبعا انا متبل للفراخ بتاعتي من امبارح بالليل علشان اعمل الوجبة دي. تمام. دي كده خلص، هنطفي عليه ونعمل بقى ايه الشاورما بتاعتي الفراخ. مكان ما اني قليت الفلفل بتاعنا، صفيت الزيت بتاعه، هنحط صدور الفراخ. بسم الله. ما شاء الله. دي متبلة يا جماعة، دي صدر فرخة انا مقطعه، ولازم تقطعيه طبعا رفيع. تمام. بسيبه كده ياخد، بسويه كده. بسم الله ما شاء الله. الشاورما وهي بتتحمص كده بديها شعر كاري. بسم الله ما شاء الله. بديها شعرة بهارات شاورما، ودي بتتباع طبعا في اي محل، ولا اكتر ولا اقل. بسم الله ما شاء الله. ده شعرة بابريكا اللي هو البهار الحلو او الفلفل البارد الاحمر. يقلب يا جميل. بسم الله ما شاء الله. اللقمة تقدميها هتاكلي احلى سندوتش شاورما فراخ انت اللي عاملاها في بيتك. واسألي لما تيجي تعملي اكلة طبعا، اسألي ولادك ايه رأيكم في الاكلة دي، عجبتكم كده يعني. والسؤال مش حرم، انت ممكن حضرتك تعملي اكلة من مزاجك وولادك مش ياكلوا منها، صح؟ وحفزيهم وقولوا لهم يلا اعملوا الواجب، يلا خدوا الدروس، نشطيهم، قولوا لهم يلا عشان اعمل لكم بكره سندوتش شاورما الفراخ. هتسعدي ولادك، تسعدي جوزك. حفزيهم باللقمه اللي هم بياكلوها بدل ما يشتروها. طبعا الوجبه دي غاليه في المحلات، مش عارفه ايه يعني، مش كل محل نظيف ومش كل عامل بيشتغل في المحل هيعرف يعني حاجته نظيفه ولا لا. تمام كده. هي ما بتاخدش حاجه. وبسم الله ما شاء الله، احلى شاورمة الدجاج او شاورمة الفراخ. تمام. وانا على الوضع ده كده يا جميل بروح ايه نازل بال الخضار اللي احنا عملناه. بسم الله ما شاء الله اهو. وخلي دايما النار بتاعتك تبقى وسط، يعني مش تبقى عالية، مش تبقى عالية علشان الاكل بتاعك يطلع فيه نفس كده وما يتحرقش منك ولا يتلدع منك. وبسم الله ما شاء الله، احلى شاورما فراخ تاكليها وتعمليها في بيتك، احلى سندوتش تعمليه لاولادك. بسم الله ما شاء الله. على فكرة يا جماعة دي صدر واحد، صدر فرخة كبير واحد، يعني مش صدر كامل. تمام. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة والريحة. يا ريتكم كنتوا معايا علشان اعمل لكل واحد فيكم سندوتش. انا بحب الناس كلها والله تاكل من ايدي. ابدعي قشطة، اعمل احلى لقمة، كلي وتغذي.
تعرفيش بكرة هيبقى فيه ايه، وسيبي كل حاجة على الله. كل مشكلة وليها حل، يمكن ربنا بيختبرك. عندك مشكلة، اعملي الاكل، عيالك وجوزك مالهمش ذنب. اعملي الاكل بروح حلوة كده بحب، هيطلع اكلك ولا احسن شيفة في العالم كله. تمام يا قشطة؟ يلا بينا. هو كده استوى وكله تمام. يلا بينا، علشان انا طبعا حاطط ملح يا جماعة. انا متبل الفراخ بتاعتي بالملح ومية البصل وسايبها من امبارح علشان اعمل الطريقة سندوتش الشاورما دي. انا بعملها. في ناس بقى بتحب تحط خل علشان تبقى مززة. لو انت عايزة هتحطي يعني سنة خل كده بسيطة اهو، ولا اكتر ولا اقل. الله الوكيل يا جماعة، الريحة جنان. الله الله الله. ماشي، يلا بقى عشان نعبي السندوتشات يا قشطة. شايفين الجمال ونعمة ربنا؟ احلى سندوتش شاورمة الفراخ او الدجاج هنعملها في عيش كبير او حجم كبير. معانا رغيف كبير اهو، بسم الله ما شاء الله. كل اللي عليا اسألي ولادك، عندك طحينة بيضة عوصي كده او كاتشب او اي حاجة لولادك زي ما هما بيحبوا. تمام، عوصي كده طحينة، خدي كده بالمعلقة قشطة، حطي لهم بسم الله ما شاء الله اهو. عبي واديله يا قشطة. احلى شاورما فراخ بسم الله ما شاء الله. حطي على فكرة انا عامل شقة، يعني دي شقة مش رغيف كامل يعني. تمام، هتعوصي هتدهني دي طحينة بيضة او كاتشب او مايونيز زي ما انتوا عايزين. تاخدي من هنا يا قشطة اهو بسم الله ما شاء الله. املي، وكلي ولادك ووكلي جوزك وكلي انت يا قشطة بسم الله ما شاء الله. احلى سندوتش فراخ شاورما الفراخ. عندي كاتشب بحط هنا مثلا اهو بسم الله ما شاء الله، حاجة بسيطة، واروح حاطط الشاورما زي ما انا عايز. عندك خير ربنا كتير. املي السندوتش بسم الله ما شاء الله اهو، وتروحي مدياله بسم الله ما شاء الله. الاكل ساخن، تروح مدياله مايونيز، مستردة، عايزة تديله مايونيز زي ما تحبي. شايفين الجمال؟ احلى سندوتش شاورمة الفراخ بسم الله ما شاء الله اهو. هنديله كاتشب كده، وبعدين ممكن اديله حتة كده مايونيز. صنف يا جميل وابدع، وكلي جوزك وكلي عيالك وكل انت معاهم وبالهنا والشفا. احلى سندوتش كبير، حجم كبير اهو بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كلي وابدع يا قشطة. احلى سندوتش شاورما الفراخ تعمليها في بيتك وولادك بسم الله ما شاء الله. طبعا السندوتش كبير. شايفين بقى الجمال ونعمة ربنا علينا اهو اهو يا قشطة. ايه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. احلى سندوتش شاورمة الفراخ بسم الله ما شاء الله. احلى سندوتش شاورما. طريقة عمل سندوتش شاورما الفراخ او الدجاج بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعا دي بتتاكل معاها طرشي. اللي عايز ياكل انا عامل سلطة طحينة وفي مستردة وفي كاتشب
واللي نفسه في حاجة بياكلها. شايفين يا جماعة اجمل سندوتش دي رغيف كبير مش صغير، بسم الله ما شاء الله اهو. احلى سندوتش تقدري تعمليه لجوزك وولادك، بسم الله ما شاء الله. ونشوفكم بقى في حلقة تانية. ودي طريقة عمل سندوتش شاورما بالفراخ او الدجاج بحجم كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.